النهارده هنكتشف مع بعض اغرب سوبر ماركت موجود في مصر، فتعالوا مع بعض نشوف ايه اللي موجود جوه السوبر ماركت. اسمي عبد الشكور. أنا هنا برضو من إندونيسيا وهنا بشتغل هنا. عندنا حاجة دي مستورد آسيوي كله من آسيا، تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، فلبين، كوري، يابان وأي حاجة. اي منتج اسيوي أي منتج آسيوي إن شاء الله موجود. في مشروبات وفي نودلز وفي صوصات، في بودرة دقيق وحاجة خاص من آسيوي كده. اشهر صوص يعني. أساس صوص ده سويت صويا صوص. بص ده ما تلاقوش في اي سوبر ماركت عادي، اندو فود. إندو يعني إندونيسيا زي إندومي. اندومي ده اندونيسي اصلا. إندونيسيا أصلا. First one soy sauce ده فلبين. مثلا في صوص حراق شويه، ده خاص لي حراق بلغة إندونيسي. ده فلفل قوي نص نص ولا حار جدا minyak cabai. صوص مشهور برضو ساميانج، يعني كما عرفنا كل مصريين جاي هنا بياخد ده ساميانج صوص. ساميام ده مشهور طبعا. الصوص دوت منتجات هنا مختلفه، كله حاجة آسيا. اسيوي آسيوي سambal زي كده، ده سامبال والصوص والسامبال ده حاجة مختلف. سامبال ده من فلفل كسر كده، فلفل مولع. في أنواع نودلز، في يعني في نفس الحاجة لكن فرق في براندز شركة كده. وفي صوبا ده ياباني، عندنا كيمشي كوري. في فواكه آسيوي دي رمبوتان، في جاك فروت، وفي ليتشي. عرفوا ليتشي صح؟ عارف الليتشي. في اكتر من منتج، اكتر من نوع فاكهه. ليتشي طبعا كاسيويه معروفه، والجاك فروت. الجاك فروت موجود في بعض الدول الافريقيه لكن برضه موجود في اسيا بشكل عام. في انواع مشروم وفي سردين تونه كده. دي شطه بقى. ده شطه، ده اسمه جوتشوجارو، ده كوري. لو شفت في يوتيوب صينيين ولا كوريين بياكل نودلز مع شطه احمر كده، اللي بيستخدم كده سكر بني. سكر بني ده يستخدمه على الشاي ولا على عندنا استخدم في حلويات، وفي ممكن بابل تي هنحطه هنا براون شوجر. ده في بوبا بابل تي 30 دقيقه غسل وحطوا براون شوجر وده كده ممكن تشرب على طول. هم كانوا بيعملوه بره، اللي احنا هنشوفه دلوقتي بعد شويه نجربه ونشتري كده. يعني لو انت مش عايز تشتري من عنده تقدر تشتري دي تعملها بقى في البيت عندك، تسلقها لمده 30 دقيقه، تحط عليها بقى سكر بني وشاي ولبن وظبط كده. مش زي اللي انت بتشوفها في اي مكان تاني. ده كوري، ده مصنوع من بطاطس. خضار ده من سبيناتش. نودلز بسبانخ. اختراعات اسيويه. حاجه فريش. في تيمبي ده اسيوي، وفي مشروم، بابايا، في فواكه برضو وخضار. توفو فريش. ده بابايا. يعني حتى لو انت عايز فاكهه برضه موجوده عندهم. ده جلد بتاع السمك. جلد السمك. جلد السمك مقلي ولا ده مشوي؟ مقلي. تقعد كده تتفرج على فيلم تاكل جلد السمك. جلد سمك معمول بنكهه البيض المملح. وفي سيويت جاهز الاكل على طول. ده سيويت ياكلوه انستنت اكل على طول. وفي حاجه كريكرز، ده مصنوع من رز مجفف بعد كده بتقلي مقلي. ده كريكرز. ده توبوكي، ده اسمه رايس كيك، اسمه توبوكي. ده كوري. ايس كريم. ايس كريم بطعم الدوري. هنجيبه ده على فكره، ده لازم نجربه. قررنا احنا نجيب كده كام حاجه ان احنا نجربها معانا بعد ما خدنا جوله جوه السوبر ماركت وعرفنا ايه اللي بيتباع جوه. ولكن الملفت للنظر هي الثلاجه الغريبه دي. طبعا هنا الثلاجه مش زي الثلاجات اللي موجوده في اي سوبر ماركت عادي. خلينا نجرب مع بعض نشوف ايه اللي هنا ممكن يكون غريب. هناخد ده، يعني انا شايف فيه ليتشي في الموضوع، فاعتقد ان هو ممكن يكون ظريف. والفاكهه ديت انا كنت جربتها قبل كده ما كنت موجود في اندونيسيا، انا مش فاكر اسمها ايه بس كان طعمها حلو. جرب برضو العصير ده ونشوف الفكره ماشيه ازاي. اخر حاجه هنجيبها هي كوكونات ووتر وذ بينك جوافه، جوز الهند بجوافه البينك. يلا نجرب. قدام المو مارت في مكان بيبيع بوبا تي. البوبا تي هنا مشروب اسيوي رسمي معروف، الناس اللي بتحب الحاجات الاسيويه. فالبوبا تي المفروض ان هو ميكس ما بين شاي بلبن. قطع البوبا اختار عليه فليفر معين ان انت تضيفه على البوبا تي، اسمه التارو. التارو ده قلقاس. قلقاس من اندونيسيا. قلت لك بتعمل قلقاس. ده كده المفروض ان احنا جبنا بوبا تي بتعمل قلقاس، فجبنا 2 وربنا يستر معاه الدمبلينج مع الحاجات السناكس اللي احنا اشتريناها من جوه عشان خاطر نجرب نقول لكم راينا في المنتجات الاسيويه. طبعا مين يجرب معايا التجربه الغريبه ديت؟ عبد الرحمن في رمضان شغال، تجارب غريبه شغال، معلش لازم اضحي بيه. طيب اول حاجه عندك بقى يا باشا هي الفيش سكين، جلد السمك بطعم البيض المملح. وبص بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك طريقه اكلها. هاو تو ايت براي بيفور ايتنج، صلي قبل ما تاكل. سيلفي اند ابلود، تعمل سيلفي وتعمل لهم ابلود، يعني صلي وبعد كده اعمل لهم ماركتنج، وبعد كده كل بايديك اليمين. انا ناس محترمه. اهو جلد السمك المملح. مبدئيا الريحه مش لطيفه والله يجي منها يا عم. جاهز تجرب السمك المملح؟ جاهز. بالنسبه لي غريب جدا. مش وحش صح؟ عارف مثلا يعني هو بالظبط قشر سمك لو انت مثلا بتشيله من على السمكيه ده، ولكن بقى معمول كانه كريسبي، يعني كانك انت بتاكل شيبسي، فظريف. ده تديله كام ده؟ 6 من 10. اوكي. لا قوي. احنا هنهدي الدنيا دلوقتي، هنهدي الدنيا. في حاجه برضه عايز اوريها لكم، هي ايه الفاتوره. نكلمكم شويه عن الاسعار قبل ما نكمل. اللي احنا جبناه ده قشر السمك ده ب 60 جنيه. باقي الحاجات مثلا بتتكلم رينج من 40 ل 50، يعني 40 50 60 الاسعار كلها كده طبعا عشان المنتجات كلها مستورده، فده متوقع من سعرها يعني. جاهز نكمل؟ خش على كده.
خش على الجمبري. ده يعجبني. ده شكله حلو، سناكس بطعم الجمبري، فانا متفائل. الريحه غريبه، ده يعني ده ما فيهوش كلام، الريحه مختلفه، ولكن جوه يعني زي كانه زي الشيتوس كده. شكله ايه؟ شوف الطعم بيقول ايه. يلا بينا. ولا اي حاجه ملوش طعم خالص. جرب واحده كمان. مفيش اصلا. هو بريحه الجمبري بس ما فيهوش طعم كده. الجمبري. جرب فرشه. اهو عشان ناخد كل الطعم. طعم من 10. 5 من 10. اخر سناك معانا اسمه دبل ديكر، ده المفروض بالجبنه يعني، ده ما فيهوش حاجه غريبه، ده ريحته حلوه، بس ده شكله جامد. الدايت بيسافر. برتقاني اهو. هو ده جامد، ده يستاهل واحده كمان بحب بقى. جامد قوي. كام من 10 ده؟ 9 من 10. 10 من 10 بالنسبه لي. خش على المشروبات الغريبه اللي كانت جوه السوبر ماركت. في عندك ده مشروب بالليتشي، وفي ده المفروض ان هو فاكهه تقريبا اسمها مانجوستين، دي فاكهه المفروض اندونيسيه. خلينا نجرب الدرينك اللي معاك الاول. زي قطع جيل. الريحه جميله. الليتشي جامد اصلا. اديله. بس سكره قليل قوي. دي تريقه ولا بجد؟ ده بجد مفيش سكر. يا عم ده سكره جامد جدا، ده السكر كتير. جرب تاني. انت عاش بس فكك. جامد، ده 10 من 10. ليتشي اصلا انت مصر برضه. ماشي. لا ليتشي جامد. نجرب بقى المشروب التاني، مانجوستين، واديني في المانجوستين. هو ده بس اللون اديله. الريحه حلوه بس غريبه. يلا نجرب. لا جامد قوي. تحفه. لا مانجوستين عالمي، مانجوستين من الاخر. شبيه بالجوافه كده شويه. سن الجوافه مع انها تحس انها خفيفه، تحس ان النكهه كده خفيفه. نيجي لاخر مشروب عندنا وهو كوكونات ووتر طعم البينك جوافه. جاهز؟ جاهز. بس فين البينك في الموضوع؟ انت شايف في ده بينك هو مدي صح؟ على برتقاني شويه. وحش جدا. مفيش سكر. مفيش سكر، وبعدين طعمه سيء. احنا اشترينا الدمبلنج، المعجنات اللي هي باللحمه المفرومه دي، وفي بقى بوبا تي اللي هو بطعم القلقاس. لكن في حاجه انا عايزك تجربها. ليه؟ قبل الحاجات التانيه، لان الدوريان ده فاكهه صعبه جدا. ده ايس كريم بفاكهه الدوريان الاندونيسيه. المفروض ان هي ريحتها غريبه بس طعمها ظريف. انا عايز ان يبقى عندك مجال ان انت تكمل معايا، او عندك هدف ان انت تكمل، ما تقبلش تجربه بحاجه سيئه. نشوف ده مع بعضينا. انا خايف اقول لك تشم لان انا عارف ريحته قبل كده. اوه. هتجرب ماليش فيه، انا هجرب الاول عشان انا اشجعك. ده مسكر. المفروض ان هو مسكر. ريحته ما تدلش بص على كده حاطط لك تحت ظهر العلبه في المعلقه بتاعتها. هي الريحه صعبه، ريحه الايس كريم صعبه، ولكن مضطرين نجرب. يلا بينا. انا مش هجرب. مسكر ها؟ طعمه مقرف جدا. انا كنت فاهم على الفاكهه ديت ان هي طعمها حلو يعني، بس ريحتها وحشه. هي ريحتها وحشه وطعمها وحش. اوعى حد كده. اسوأ حاجه ممكن تجربها. تاكلوها ليه؟ ده عاملين منها ايس كريم. ارميها. انا ما جربتش. طب ما تجرب معاه. لا. ليه يا عم؟ اجرب لوحدي تسيبني يعني كده؟ ما اقدرش. السكشن اللي كان بره كان فيه بنات اللطيفه الاندونيسيه اللي قاعده ايه عندهم مكان اللي بيعملوا فيه الدمبلنج وكده. دي علبه الدمبلنج المفروض انها فيها 6 قطع وسعرها 70 جنيه. بقى الطعم يستاهل. الريحه ظريف. ده بقى ايه؟ ده زيت. مش عارف. خلينا نحط يعني. هو جايب لك كده باكت زيت تقريبا. طبعا عبد الرحمن انتم اغلب الوقت هو ورا الكاميرا فما بيبانش الا في الاوقات الصعبه اللي زي دي. وقت ما محتاج حد ان هو يجرب معايا حاجه غريبه لازم يدوس معايا. اديني. ايوه بس انت بتطلق بثقه قوي يعني، حاسس ان انت كانك عارفه قبل كده. زيت اكيد. ممكن يكون شطه، ممكن يكون طعم غريب او صويا صوص مثلا. بس يعني عايزين في نفس الوقت انا وانت. المفروض ان هو دمبلنج محشي لحمه. يلا بينا. حاسه ني شويه. ما هو معمول بالبخار بقى، مش هيبقى زي الحاجات اللي هي فاهم. ايه يا عم؟ وحش. حلو والله. وحش جدا. اللي جوه حلو انما العجينه اللي بره دي مش. بص ده شكل اللي جوه، ده شكل الحشوه. المفروض انها بيف، ده المفروض ان هو لحمه وجزر وبصل يعني بالنسبه لي الحشوه حلوه، بس هي مش اظرف حاجه بالنسبه لك. لا انا عجبني بصراحه. كده وصلنا اخر حاجه معانا وهي البوبا تي، ولكن طبقا لكلام البنات ان هو بوبا تي بطعم القلقاس. في قلقاس لونه كده. انا خليته للاخر. المفروض انت بقى ايه عشان تشربه صح. جبني الاسيويين قد ايه كيوت يعني. بص الغطا بتاع المشروب عامل ازاي، عليه كرتون فاهم. هنا مكتوب فريش درينك، وطبعا كلام بالاندونيسي. وهنا برضو نفس القصه، في رسمه كرتونيه. والسلامات هي كلام بالاندونيسي انا مش فاهم معناه ايه. لو حد بقى بيعرف اندونيسي يكتب لنا الترجمه. جاهز؟ ده ما تفكرش. قالت لك بقى قلقاس، قالت لك بطيخ. خلينا نجرب مع بعض هنشوف. هي المفروض اللي هي البوبه اللي تحت دي معموله من عجينه، ولكن والله الطعم حلو. انا بالنسبه لي عجبني. غريب بس حلو. تشرب وبتاكل في نفس الوقت. 7 من 10. 7 من 10. عشان الفكره في حاجه، ده سعره المفروض ان هو 35 جنيه، فاعتقد سعره مناسب. ما اعتقدش ان هو غالي صح؟ حلو. 35 كويس يعني، معقول عليه ان انت بتجرب حاجه جديده ومختلفه. اعتقد ان هو تجربه كويسه. فين بقى القلقاس في الموضوع؟ بس ما حسيتش ان انا شفت القلقاس في القصه خالص. بحس ان هو مشروب منعش وخلاص، بطعم ايه انت مش فاهم، بس هو طعمه حلو. ده كان اخر حاجه موجوده معانا. استمتعنا بتجربتنا، الحاجات جديده اول مره نجربها. استمتعت بوجود عبد الرحمن معايا، سعدت بوجودك والله العظيم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام. حلو بوبا كده. اللي تحت جامد. بطل حاجات مش صحيه بقى يا اخي.